تعرف اسم عم فتوح ايه؟ برافو، راغب علامة. تعرف ان عم فتوح بين الحياة والموز في الساحل الشمالي؟ تعرف ان فتوح صوروه هو منهار وهو مع عمه يا حرام؟ قصة فتوح بيه باشا مرضيش يروح معسكر التدريب في نادي الزمالك. تفتكروا ليه؟ علشان عمه تعبان جدا وبين الحياة والموت. بس طلع عمه مين بقى؟ راغب علامة. طلع الباشا سايب التدريب علشان خاطر يروح يحضر حفلة راغب علامة في الساحل الشمالي مع امام عاشور. طبعا في ناس عماله تقول طب ما هو امام عاشور هو كمان مش عارفه ايه وهو بيحضر هو الحفله. ما يحضر عادي. امام كده كده بره المعسكر عشان خاطر هو مصاب وكده كده اساسا ملوش لعب ولا تدريب دلوقتي ولسه قدامه شويه عقبال ما يتعالج. فيروح الحته اللي هو عايزها، يروح الساحل، يروح يحضر حفله راغب براحته. ده امام عاشور اساسا منزل ستوري على صفحته عادي جدا ان هو في حفله راغب علامه في الساحل الشمالي، ولا مستخبي ولا عنده مشكله. اللي عنده مشكله بقى مين؟ العسل السكر اللي راح قال لهم ان انا مش هروح احضر التدريبات علشان عمي تعبان موت ولازم اكون جنبه. ايه الذكاء ده يا ولا؟ ايه الذكاء والنباهه اللي بتشر منك دي يا ولا؟ ده انت في حفله وفي الساحل ومعاك امام عاشور، يعني 1000 منه هيصورك. الذكاء ده يا ولا؟ ومنزل دماغك كده وانت قاعد. انا ما عرفتكش، انا كده ما عرفتكش. اهو نادي الزمالك النهارده الصبح نزل بيان وخصم منك 1,000,000 جنيه ووقف مستحقاتك واحالك للتحقيق. وبقى خلي راغب علامه بقى ينفعك احسن. واللي عمله نادي الزمالك في فتوح ده عين العقل، انه ما بقاش يحط دماغه في الرمله زي النعام انيمور ويقول لا عندي مشكله ويبتدي يحلها وينزل غرامات. ما يخافش ان اللاعب يتقمص، ما يخافش ان الجمهور برضو يتقمص ويداري على الموضوع، عشان كتير قوي كان نادي الزمالك بيعمل كده وبيحاول يكتم ويموت الموضوع. لكن كده هيكون في التزام على باقي اللعيبه، واي حد هيفكر 1000 مره قبل ما يعمل حاجه لازم يتوقع عقوبات وعقوبات جامده كمان على اللعيبه، علشان ما ينفعش يلعب بنادي كبير زي نادي الزمالك بالمنظر ده. يعني انا مش رايح التدريب عشان عمي عيان ويطلع هو اصلا في حفله راغب علامه في الساحل الشمالي. انت بتهزر. وكمان رايح مع امام عاشور اللي طالع رايح من الزمالك على الاهلي واتسمت صفقه القرن، والجمهور كان متغاظ جدا ومجلس الاداره كان متغاظ جدا والراجل اللي ماسك السهم اللي على الشعار كان متغاظ جدا. رايح تسهر بعد ده كله مع امام. جاتك 60 خيبه، اديك اتقفشت واتشل واحد. اتبسط بقى لما يبان لك صاحب وتتركن على الرف. الفيديو ده بيقول لك ان الكذب ملوش رجلين، وده اخر الكلام. سلام.